الحلقة دي جامدة جدا. في واحد صحي الصبح كتب على ورقة أنا غني، وبعد سنة بقى مليونير. في واحد تاني كتب نفس الجملة بنفس الخط وبنفس الحماس، وبعد سنة كان قاعد بيستلف حق السجاير. طب إيه الفرق بينهم؟ هل الكون اختار واحد وساب التاني، ولا في حاجة أعمق بكتير الناس مش شايفاها؟ وفي آخر كام سنة العالم بقى بيتكلم على حاجة اسمها قانون الجذب، الفكرة اللي بتقول إن أفكارك بتخلق الواقع بتاعك، ولو فكرت في النجاح هتنجح، ولو فكرت في الفشل هتفشل. لو ركزت في الفلوس الكون هيبعت لك فلوس، كأن الكون بقى عامل ديليفري، بس بدل الأكل بيوصل لك أحلامك. بس المشكلة إن في ناس فعلا اتغيرت بعد ما اقتنعت بالفكره دي، وفي ناس تانية اتحولت لنسخه حزينه من نفسها، عايشه في وهم ومستنيه الحياه تتحسن، وهي اصلا واقفه في مكانها. فالنهارده مش جايين نسخر حاجه ولا جايين نطبل لحد، احنا جايين نظهر الحقيقه. وهل قانون الجذب حقيقي ولا اكبر خدعه نفسيه في العصر الحديث؟ اكشن. ازيك كله بونو بونو، اهلا بيك في دماغستان. متنساش تعمل لايك وتشترك عشان تبقى من سكان دماغستان. وانت دلوقتي بتتفرج على حلقه جامده جدا من ملفات دماغستان السريه، اللي مفيش حد اصلا هيطلع يقول لك الكلام ده. ويلا نبدا. الموضوع بدأ لما الناس اكتشفت ان الاكل بيتباع. زمان كانوا بيبيعوا زيت الحيه، دلوقتي بقى بيبيعوا لك الطاقه الايجابيه. كل يوم تصحى تلاقي حد بيقول لك فكر صح وهتبقى غني، اهتز بتردد عالي الكون هيسمعك، والناس بتصدق. عارف ليه؟ عشان الانسان لما يبقى تعبان عقله بيبقى مستعد يصدق اي باب مكتوب عليه الخروج من الالم. شخص خسر شغله، شخص اتخذل، شخص حاسس انه متاخر، وفجاه يلاقي فيديو بيقول له كل اللي انت محتاجه انك تغير ذبذباتك بس. الجمله دي مريحه جدا بالنسبه له، مريحه لدرجه خطيره، عشان هي بتديك احساس انك متحكم حتى لو وهمي. تعال اقول لك حاجه غريبه، المخ البشري مش بيشوف الواقع زي ما هو، المخ بيشوف اللي بيركز عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو قلت لك دلوقتي دور على اي حاجه لونها ازرق، لقيت صح؟ حلو. دلوقتي بقى قول كم حاجه لونها اصفر كانت حواليك؟ غالبا مش فاكر. وده ليه؟ عشان مخك كان مركز على اللون الازرق، وده اول مكان قانون الجذب لعب فيه بعقول الانسان. عشان لما تركز على الهدف بتبدا تلاحظ فرص كانت موجوده اصلا بس انت ما كنتش شايفها. الشخص اللي بيفكر في مشروع فجاه يشوف افكار مشاريع في كل حته. الشخص اللي عايز يبقى مشهور يبدا يلاحظ الناس اللي نجحت، مش عشان الكون بعت له اشارات، بس عشان عقله اخيرا فتح عينه. بس هنا بدأت الكارثة، عشان بعض الناس ما وقفتش عند فكره ان التفكير بيأثر على التصرف، لا، وصلوا لمرحله ان التفكير لوحده كفايه. وده اخطر ادمان نفسي ممكن تقع فيه، انك تحس انك بتتحرك وانت ثابت اصلا، بتكتب اهدافك كل يوم بس عمرك ما بدأت، تتخيل نفسك ناجح بس ما طورتش نفسك، تشوف فيديوهات تحفيزيه لحد ما عقلك خد جرعه دوبامين كأنك نجحت فعلا. ده اللي السوشيال ميديا بتحبه. ليه؟ عشان الوهم المريح بيبيع اكتر من الحقيقه المتعبه. تعال نحلل اعمق شويه. لو قانون الجذب حقيقي بالحرف يبقى اي شخص فقير هو اللي جذب الفقر لنفسه، واي مريض هو السبب في مرضه. وده كلام مرعب، عشان انت كده مش حولت الحياه للعبه طاقه، انت كمان بدات تلوم الضحيه. واحده مكتئبه اكيد ذبذباتها واطيه، واحد حياته واقعه اصله سلبي، طفل اتظلم يمكن جذب التجربه. شايف الاسوأ اسوأ ايه؟ شايف العبث؟ في اللحظه دي قانون الجذب بيتحول من فكره تحفيزيه لعقيده خطيره. طيب هل التفكير الايجابي ملوش فايده؟ طبعا ليه فايده، بس مش بالطريقه اللي بيبيعوها لك. العلم فعلا اثبت ان طريقه تفكيرك بتاثر على قراراتك، ثقتك، سلوكك، قدرتك على الاستمرار. لو مقتنع انك فاشل غالبا هتتصرف كفاشل، ولو شايف نفسك قادر هتحاول اكتر. بس الفرق الضخم هنا ان عقلك بيأثر عليك انت، مش على قوانين الكون. يعني مش الكون قاعد يقول لك ده مصطفى رفع ذبذباته لازم نبعت له عربيه بي ام دلوقتي. الحقيقه اعقد من كده بكتير. عارف اخطر حاجه ايه؟ ان ناس كتير بتكسب ملايين من بيع الحلم ده، كورسات للفلوس السريعه، ورش طاقه، جلسات فتح الشاكرات. ناس بتبيع الهوا في علبه فخمه، فالمؤثر يطلع يقول لك انا جذبت الثروه، بس ما بيحكيش ايه بقى؟ ان عنده فريق تسويق واعلانات وشغل سنين بيوريك النتيجه وبيخبر الرحله. وده بيخلي المشاهد يقول ان المشكله فيه هو، فيبدا يعمل ايه؟ يحاول اكتر، يشتري كورسات اكتر، يتعلق بالوهم اكتر، لحد ما يبقى مدمن امل. بس استنى، ماذا لو قانون الجذب كان سوء فهم كبير؟ ماذا لو الناس اللي نجحت ما كانتش بتجذب، كانت بتتحرك؟ الشخص الواثق بيتكلم بطريقه مختلفه، الشخص اللي عنده هدف واضح بياخد قرارات مختلفه، الشخص اللي شايف نفسه ناجح بيستحمل اكتر. فاللي بيتغير مش الكون، اللي بيتغير هو الشخص نفسه. الحقيقه ان العقل البشري عنده قوه مرعبه فعلا، بس مش قوه سحريه، عنده قوه التركيز، قوه العاده، قوه المعنى. انت بتتحول للحاجه اللي انت بتكررها كل يوم. لو كل يوم بتتعلم، بتتحرك، بتجرب، بتفشل وتقوم، غالبا حياتك هتتغير. مش عشان الكون اختارك، بس عشان اخيرا انت بقيت شخص مختلف. فاحيانا احنا مش بنحب قانون الجذب عشان هو حقيقي، احنا بنحبه عشان الواقع مرعب. فكره ان الحياه عشوائيه احيانا مخيفه، فكره ان في ناس كويسه بتتعب وناس سيئه بتنجح، فدي حاجه مؤلمه. فعقل الانسان بيحاول يخلق قصه مريحه، قصه تقول لك ما تقلقش انا متحكم، حتى لو ده مش حقيقي بالكامل. نرجع لسؤال الفيديو، هل قانون الجذب حقيقي؟ الاجابه هي يمكن جزء صغير منه بس، مش السحر، مش الذبذبات، مش الكون اللي بينفذ الطلبات، بس الطريقه اللي افكارك بتعيد تشكيلك انت بيها. افكارك ممكن تدور
تدمرك وممكن تبنيك. بس في النهايه عايز اقول لك الحلم اللي مش بيتحول لفعل بيفضل مجرد حلم، وفي عالم مليان ناس بتتمنى القليل جدا هو اللي بيتحرك. لو اقتنعت بالفيديو ده بعته لصاحبك اللي مقتنع ان ممكن يجذب اي حاجه لمجرد ان هو يفكر فيها بس. متنساش تعمل لايك واشتراك عشان عايزين نزود سكان دماغستان، عشان يبقى عندنا شعب واعي لكل اللي حواليه، وما تخليش حد يضحك عليك. وبس كده.